الأخ السائل يقول أن بعض الشباب في هذه الأيام إذا نزلت نازلة فإنهم يهرعون إلى أنصاف العلماء والخطباء ويزهدون في العلماء وفي الالتفاف حولهم وفي التقيد بتوجيهاتهم، فهل من نصيحة؟ ينبغي الرجوع إلى العلماء، وينبغي سؤال من هو أهل لأن يسأل. وقال العلماء: إذا سأل السائل من ليس بأهل للسؤال فأفتى على غير علم وعلى غير بصيرة فإن الله يجعل للسائل حظا من إثمه ووزره. لا تجوز المجاملة في العلم. إذا علمت أن الذي أمامك ليس من أهل العلم المشهود لهم بأنهم أهل للفتوى ولأن يسأل، فإنك إن سألته فأجاب على غير بصيرة كنت شريكا له في الإثم والعياذ بالله. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يتقي الله، فليس في العلم مجاملة. تبحث عن إنسان ترضاه حجة لك بين يدي الله سبحانه وتعالى، تأتمن على دينك وتأتمن على دين الناس، خاصة إذا كان السؤال يتعلق بغيرك. لا بد من الرجوع إلى العلماء وترك أنصاف المتعلمين وترك الجهال. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. نسأل الله السلامة والعافية. لا يجوز الرجوع إلى مثل هؤلاء، بل ينبغي الرجوع إلى العلماء والتقيد بمثل هؤلاء الأئمة. فإنك إن سألت العالم الذي هو أهل أن يسأل فأفاد بكتاب أو سنة أو علم ثم نقلت هذا العلم إلى غيرك كان لك مثل أجره، لأنك أعنت على طاعته وأعنت على بره، والله تعالى أعلم.